مرحبا متتبعي قناة أشكين، دائما في ضيافة فنان. اليوم معنا فنان معروف عبدو طالب، شكرا. من مواليد الدار البيضاء، ابن الحي محمدي. نشتغل في مسلسل حديدان 2014، وكذلك لا ننسى سلامات أبو البنات، وفيلم والي للمخرج فوزي بن سعيد. مقيم بمدينة البيضاء، خريج معهد البلدي الدار البيضاء، وكذلك خريج الأقسام الشعبية للفنون الدرامية بوزارة الثقافة. مرحبا أخي عبدو في موقع أشكين. اهلا وسهلا، تحيه طيبه فنيه، تحيه كذلك رمضانيه لموقع اشكين، ومرحبا بكم اليوم وشكرا على هذا اللقاء الجميل. مرحبا أخوي عبدو، ماذا يقع في الساحة الفنية؟ الحمد لله. الساحه الفنيه بصفه عامه كاين مسائل اللي هي ايجابيه، وكاين مسائل اللي هي سلبيه، وهذه كتبقى مسائل يعني طبيعي، مساله طبيعيه. انه كاين مثلا انا غادي نهضر على المجال اللي كنشتغل فيه اللي هو الدراما والاعمال الدراميه، وهذا انه كاين واحد التطور، كاين واحد يعني واحد الانتاجات اللي ولينا كنشوفوها بكثره. الحمد لله احسن ما هو سابق. والمسائل السلبيه يعني عاوتاني هذا جانب اخر اللي نقدر نقول عليها، هي اننا خاصنا مازال انتاج اكثر باش الناس تشتغل، باش كل فنان يلقى بلاصتو، واللي ما دارش بزاف يدير شويه، وما يبقاش عاوتاني المجال محتكر من طرف وجوه معينه فقط. هذا هو اللي كاين. شنو رأيك في هذه المسلسلات الرمضانية اللي كيديروا من بعد الفطور؟ تفضل حضرتك. كاين اعمال اللي هي مزيانه ومكتوبه مزيان ومحبوكه وممثلين جيدين، وكاين اعمال اللي هي ضعيفه. غير هذا الزخم ديال الاعمال في وقت واحد، وداك الشيء ما كتعطيش فرصه للمشاهد انه يركز في جميع الاعمال ويشوف جميع الاعمال. هذا هو اللي ما كيخليش كل اعمال تاخذ حقها بعدا كاينه في المشاهده. شكون اللي تأثرتي عليه باش دخلتي للفن؟ انا البدايات ديالي كانت في اطار الهوايه، تقريبا في 2006 في دار الشباب الحي المحمدي. الحي المحمدي اللي كيتعتبر ولا زال ارضيه خصبه للمواهب الفنيه. بديت في 2006 في دار الشباب، بقيت واحد تقريبا شي 4 سنين وانا كنمارس المسرح في اطار الهوايه في دار الشباب. من بعد فاش وصلت 2010 حسيت اني راه بغيت ناخذ اي في دار الشباب. كان كيأثرنا واحد الاخ مسرحي ممثل فنان سميتو احمد بوعوده، هو اللي بديت معاه في دار الشباب. من بعد في 2010 التحقت بالمعهد البلدي، والتحقت بواحد التكوين ديال الاقسام الشعبيه للفنون الدراميه اللي كان في المندوبيه ديال وزاره الثقافه. التكوين هذا اللي استفدت منه بزاف وتاثرت فيه على يد اساتذه اللي اكاديميين، كنشكرهم بزاف. وكنا كناخذوا يعني المواد الفنيه، كل ماده كيشرف عليها استاذ، اساتذه كلهم اللي كانوا معروفين في الساحه، كنشكرهم كل واحد باسمه. هذا الشيء اللي كاين. ومن بعد بديت كندير دي كاستينغ وكنقرا في المعهد اون باراليل. كنت كندير دي كاستينغ وكنبحث على فرص ديال الاشتغال، والحمد لله تاتى ذلك. بدا كيجي داكشي بشويه بشويه. اشتغلت في 2014 في مسلسل حديدان في الجزء الثاني مع المخرجه فاطمه بوكدي. هذا المسلسل اللي خلى واحد الصدى طيب عند المغاربه. وكذلك اشتغلت في عده سلسلات بحال حبال الريح، بحال لابريغاد، بحال سلامات ابو البنات، الى سنه 2017. في 2017 يعني غادي تجي واحد الفرصه كبيره مع المخرج الكبير فوزي بن سعيدي، اللي تاق فيا وعطاني دور بطولي في الفيلم الطويل ديالو وليلي فولي بيليس. والحمد لله فيلم نجح وخذ عده جوائز في عده مهرجانات وطنيه ودوليه. ومن بعد اشتغلت معاه في فيلم ثاني اللي غادي
يخرج قريبا، راه خرج دار العرض العالمي الاول ديالو في مراكش سميتو ايام صيف، فيه مجموعه ديال الممثلين بحال منى فتو، بحال الشوبي، بحال محسن مالزي، ولعبت بجانبهم واحد الدور جميل في هذا الفيلم هذا اللي غادي ان شاء الله يخرج للساحه قريبا. وكاين عاوتاني فيلم اخر اللي عندي فيه الدور الاول بجانب الممثل الجميل فهد بن شمسي. هذا الفيلم سميتو الثلث الخالي ديزير. هذا فيلم هذا بدعم من المركز السينمائي، وان شاء الله اللي غادي حتى هو راه زعما اون بلان مونتاج دابا. يعني انا ابرز الاعمال ديالي درتها في السينما. الحظ لا شونس ديالي جاب لي فرص في السينما اكثر من فرص في التلفزيون والمسرح، ولا زلت انتظر الفرصه ديالي في التلفزيون، لاني كنتسنى هذه الفرصه باش الواحد يبين داك الشيء اللي عنده ويقول الكلمه ديالو. وما كنلومش شي واحد، انا باش ينصفني كنقول وقت ما جا الخير ينفع، وان شاء الله كل حاجه كتجيب الوقت ديالها. لا ماشي كثرة الوجوه، هو الميدان الفني بصفة عامة. هو الميدان الفني أنا ديما كنقولها ما فيش الديمقراطية. يعني الميدان الفني ممكن يهزك بالزربة، ممكن يهبطك بالزربة، وممكن تنفخ وتفش بالزربة. يعني إلا مشيتي بشوية وخديتي الأمور بقواعدها وعطيتي الحاجة حقها، راه لابد بالطبيعة هي كتنصفك، لابد ما غادي توصل لداك الشيء اللي بغيتي. عندي سؤال بحال جميع الضيوف، بغيتي تجاوب مرحبا، بغيتي تجاوب مرحبا. ما رأيك في الموقف اللي خدا أحمد أمام وزارة الثقافة؟ شكون أحمد؟ اللي حرق راسه. طبيعة الحال للأسف أنا سمعت هذا الحدث هذا، أنه فنان مسرحي كيحرق راسه أمام مقر ديال الوزارة احتجاجا. حنا ما عرفناش التفاصيل، ما عرفناش بالضبط السبب اللي علاش حرق راسه، واش على السبب حنا ما عارفينوش. حنا فقط شفنا انه حرق راسه، لحد الان ما عرفناش شنو هي الاسباب. ولكن مهما كانت الاسباب هذا كيبقى يعني شي حاجه اللي ما مقبولاش انسانيا، ان الانسان يحرق راسه، لان الانسان ما عنده مغلى ما كاين مغلى ليه من الجسم ديالو ومن صحته ومن حياته. الحياه هي اغلى واسمى من اننا نحرقوا راسنا على قبل عمل او على قبل شي حاجه بحال هكا. المهم هو صدر منه هذا العمل، وسمعت راه مسكين كيتمثل الشفاء، كنتمناو ليه الشفاء العاجل، وكنتمناو ما نبقاوش نشوفوا بحال هذه المشاهد، ولا حتى الاسباب اللي كتؤدي لاننا نشوفوا بحال هذه المشاهد ان شاء الله. كلمه الجمهور ديال العمل. كلمة الجمهور بصفة عامة، الجمهور المغربي، كنقول الجمهور المغربي يعني راه انتم هما السند للفنان، وان شاء الله الجمهور المغربي يكون راه دائما هو بجانب الفنان. اللي خاص هو ان المنظومة الفنية تقاد باش الفنان المغربي يتلقى اعمال احسن من اللي كاينة، ويشوف اعمال في المستوى. وبارك علينا من اننا نشوفوا اعمال رديئة، لان خاصنا نسمو بالذوق الفني، لان الفن هو مرآة للمجتمع، هو كيمثلنا، هو كنشوفوا فيه وجهنا، كنشوفوا فيه الهويه ديالنا، كنشوفوا فيه التاريخ ديالنا. دونك هو المرآة ديالنا. خاص الفن يكون يزيد يرقى الى ضافرات الجهود، والى كانت فعلا واحد الاراده حقيقيه. ما رايك في الكاميرا كاشفي اللي كدير؟ عمرهم عرضوا عليك صادفوا؟ كاميرا كاشي كنت اشتغلت في كاميرا كاشي شحال هذه تقريبا شي 6 سنين ولا 7 سنين. عيطوا ليك ولا عيطتي لي؟ عيطوا لي هي دابا كاميرا كاشي. دونك هذه مساله، دونك بحال هذه ولات كليشي اننا نهضروا عليها، لان صافي كلشي كيعرف ان كاميرا كاشي راه هي مخدومه، راهم كيتفقوا، راهم واش نقول لك. الفن كيبقى اختيارات. هو دابا كاين الفن الحقيقي وكاين الفن ديال الريكلام. راه الفن ديال الريكلام كتلقى دائما عليه الجوقه، ولكن الفن الراقي راه باين. يعني كاميرا كاشي كنظن هو كيدخل في صنف الاعمال المستهلكه اللي غنشوفوها اليوم غادي نساوها غدا. صورتي شي كاميرا كاشي بدروم؟ لا انا مره واحده اللي شاركت في كاميرا كاشي، ما خاكك ما المهم غير دزت وصافي. هادشي في البدايات ديالي. اما دابا خاصني انا شي حاجه اللي فيها لوجو، شي حاجه اللي فيها العمق، شي حاجه اللي سيناريو يكون مكتوب مزيان، شي حاجه اللي نتعذب فيها من الداخل ديالي. اما اعمال بحال هكا اكستيريور وداك الشيء ما كنامنش بها
خويا عبدو، لاحظنا مؤخرا بعض الاعمال ديالك شفناهم عبر قناه يوتيوب. علاش لجأتي قناه يوتيوب؟ انا الفكره ديال باش نشتغل في اليوتيوب كانت عندي من شحال هذه، ولكن كنت كان ايزيتي شويه، كنتردد. واللي كان خلاني ما نخدمش على يوتيوب من شحال هذه هو انه ما كان ناقصني الجانب التقني، لان المساله كتطلب ان شي واحد اللي يكون قريب منك، طيح الفكره سير بلاص، خاصها تصور بالزربه وتمونطا وداك الشيء. انا هذا الجانب ما كنديروش، انا فقط كنعرف نكتب ونمثل، هذا الشيء اللي كنعرف ندير. الى ان تلاقيت بواحد الصديق كنوجه ليه التحيه، السي المهدي كروش، الدري اللي واحد الشاب اللي كيشتغل في عنده ديبلوم ديال التصوير والكاميرا والمونتاج تبارك الله عليه، ودرنا واحد الكولابوراسيون انا وياه، وكيصور لي سكيتشات بحال ما هكا. يعني كنشوف شي حاجه اللي كتيرني كنشدها وكنكت عليها بغيتي تسمع شي نكته؟ ايوا سيدي، قال لك هذا واحد الخراز قلبها سمسار، كان خراز ويولي سمسار، بان لي تا خراز بقى فاهم ما يدار، قال راه نولي سمسار. النهار الاول هز الريدو، جا عند واحد خينا قال لي عندك شي بيت الكرا؟ قال لي كاين. داه وراه البيت، داك خينا سكن في البيت نص نهار ويرجع عند خونا. قال لي اخويا داك البيت اللي كريتي لي راه ما عجبنيش، جاني مضيق. قال لي عسير فيه وجي دابا يوسع. تخلطوا لي الصبابط معدم. نزيدك شي وحيده اخرى. قال لك واحد السيد مشى عند واحد مول الدلاح، ويز واحد الدلاحه كبيره، وحطها على راسو، عض راسو زعما كي راه مريقل معلم في الدلاح، بدا كيضرب فيها بحال ما هكا، زعما ديك اللعيبه ديال الرجاله الكبار، باغي باش يعيرها واش حلوه. واحد الوقيته دور عينو، بان لي مول الدلاع ملاهي مع واحد المراه كيرد ليها في الصرف، هو يضرب الدلاعه تحت منه وتم غادي سالت. خونا مول الدلاع شافو بنص عين، خلاها تبعد وقال لي واش شريف، واش كنتي كتصنت ليها؟ قالت لك سيروا. شكرا لك خويا عبدو. تبارك الله عليكم، شكرا. تحياتي. كنشكر موقع اش كاين، وانا بعدا بغيت نعرف اش كاين. انا ما عرفناش كاين هاد الايامات، راه قضيه مخلطه. سيدي تبارك الله عليكم، ورمضان كريم على جميع المغاربه وعلى الامه الاسلاميه، وكنتمناو ان شاء الله تزدهر الوقت والفن مزيان، وكنتمناو الخير للجميع وبالتوفيق لكم، وتبارك الله عليكم. شكرا لك اخي عبدو على قبول الدعوه، ونتمنى لك حظ موفق ان شاء الله عبر الشاشه الوطنيه والشاشه العالميه ان شاء الله. شكرا، تبارك الله عليكم، تحياتي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.